السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل احلى صينية جلاش ببواقي الاكل اللي في البيت، حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا هتوفر معاكي وعيالك هيحبوها جدا جدا وغير مكلفة نهائي. اول حاجة طبعا هنعملها، عندك لفة جلاش كده هتجيبيها وتفرديها، وتجيبي الصينية طبعا على مدورة ومربعة وتقصي حسب الصينية بتاعتك. وطبعا هنا اللي فاض انا شلته اللي بعد كده، وهجيب هنا طبعا الجلانش احطهم عليها. وهدهن طبعا الصينية بزيت بسمنة المتوفر عندك، طبعا انا عاملة بزيت. وبتحطي كده ورقتين، وبين كل ورقتين بتحطي طبعا المادة الدهنية بتاعتك، وتدهني طبعا ما عنديش فرشة، بأي معلقة عندك شغالة ومش هتقول لأ. هاخد برضو ورقتين ونفس النظام، هاخد طبعا نص كمية ورق الجلاش اللي انا قطعتها من تحت. هخلص طبعا كل الكمية دي كده زي ما انتوا شايفين اهو، نفس الطريقة. طبعا لو عندك حتت متقطعة او اي حاجة هتعمليها في نص الصينية كده، وبرضو بتدهني عليهم اللي هي المادة الدهنية اللي عندك. طبعا هنخلص كده هنجيب بقى الحشوة اللي احنا هنحطها. بصوا يا جماعة، كان عندي هنا حبة، كنت عاملة شوية شاورما، حبة قليلين خالص خالص جدا، وعندي حبة فلفل الوان طبعا كل الاشكال، وحبة زيتون. هتقلبيهم كده في بعض وهتحطيهم كده في نص الصينية من غير لحمة ومن غير اي حاجة. والله العظيم احلى من اللحمة المفرومة ومن الحاجة طبعا اللي انتي هتعمليها وتكلفيها. والعيال فرحوا بيها جدا جدا، كأننا عاملين بيتزا. هي اللي كان ناقصها طبعا الجبنة الموتزاريلا، بس طبعا برضو كانت شغالة وحلوة. لو انت عايزة المطة تمام. طبعا انا عشان ازود المادة كان عن القيمة الغذائية، كان عندي زبدة كده من اللبن اللي انا بجيبه، باخد القشطة واجمع الزبدة كده وبتحطيها في النص، هتبقى معاكي حلوة جدا جدا. وهترجعي تعملي نفس الطريقة اللي احنا عملناها في الاول، ورقتين جلاش ونحط المادة الدهنية بتاعتنا لحد ما نخلص طبعا كل الكمية اللي معانا اهو بنفس الطريقة، وننزل برضو بالمادة الدهنية بتاعتنا. بعد طبعا ما بخلص كده كل الحاجات دي، برضو لو حاجة مفروتة هحطها في النص، كل المفروت ده هحطه عشان ما ينفعش يبقى في اخر طبقة عشان المنظر. وهترجعي طبعا تحطي الطبقة السليمة في الاخر، وتقطعيها طبعا على حسب القطعة اللي انتي حباها بالسكينة. قبل اي حاجة هتقطعي طبعا كده، انا هقطعها. وطبعا الصينية ما كانتش كبيرة، فانا قطعتها طبعا كده في النص مرة واحدة عشان القطعة تبقى حلوة معايا. هتجيب هنا نص كوباية لبن وبيضة وشوية فلفل اسود وكمون كده. وطبعا تحط الملح تملحيها عشان تبقى الجلاش طعمه متظبط، الملح بتاعه. هخلص طبعا كده وهرجع احط اللبن، هكون مسخنة الفرن بتاعتي. آه تمام كده. هوزع بس اللبن كويس، وبعد كده هكون مسخنة الفرن، هرجع احطها في الفرن. عايزة تحطي طبعا لو عندك بواقي خضار ولا بواقي اي حاجة تحطها كده على الوش. عندك لانشون، عندك اي حاجة عندك، كان هنا كان حتة لانشون كده صغيرة، رجعت طبعا برضو حطيتها اهي. اي حاجة عندك حطيها مش هتقول لا، او العيال هتفرح بيها وهتزود القيمة الغذائية. حطها طبعا في الفرن، اول ما تاخد كده تحسي ان هي خدت لون من تحت، هترجعي تولعي عليها الشواية وتطلعيها. مش هتاخد معاكي هي تلت ساعة في الفرن، لان طبعا كل حاجة يعتبر مستوية يا دوب بس بتاخد الوش. خلاص كده هطلع طبعا القطعة واوريكم الجمال. بصوا طرية وفي نفس الوقت مش معجنة، اهم حاجة ما تحطش لبن كتير عشان ما تعجنش معاكي. وطبعا منظرها مشهي جدا، حتى لو في عزومة وعملتيها تشرفك طبعا قصاد الناس دي. طبعا الزبدة اللي احنا عاملينها كانت مخلية طعمها روعة روعة. وكده طبعا وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا، هتوحشوني.